من الصحف العربية. كيف ترى هذه الصحف بطولة الأمم الآسيوية؟ يعني انت عايز نتكلم مثلا على الكويت اتغلبوا من مباراتين. يمكن أيوة. المباراه الاولى ظلموا. ايوه، ظلم باين في المباراه. الحكم الاسترالي كان واضح جدا. يمكن معانا يا كابتن وانت بتتكلم جريدة العرب القطرية، وهي بتقول اوزبكستان نظريا في ربع النهائي بعد 6 نقاط زي ما انت بتقول بعد الفوز على الكويت. العنابي يفجر براكين الغضب في شباك الصين، دي ايضا من جريدة العرب القطرية. خسارة يا الازرق، دي من القبس الكويتية. يعني ردود الافعال وانت بتتكلم معنا كل الصحف على الشاشه. اتفضل يا كابتن. الكويت زي ما انا بتفق مع كابتن مجدي على موضوع بطوله كاس الخليج. الكويت هي اللي فازت ببطوله كاس الخليج، ويخيل ان اللعيبه كانت رايحه منهكه، وفي نفس الوقت عندهم محملين بنوع من انواع الثقه اللي تحولت لشيء من الغرور. وبرضه اتظلموا في المباراه الاولى، لكن المباراه بتاعت امبارح يخيل ان هم اتغلبوا لانهم يستحقوا الهزيمه. ما كانوش بالشكل المطلوب في هذه المباراه، فالكويت كده اتغلبت. فيعني على فكره دي جريده الصباح العراقيه قالت منتخبنا يخسر امام ايران نتيجه تغيير تكتيكي وخطا مجاني بكاس اسيا. حلو العنوان. هو طبعا لا، هو شوف مباراه العراق، يعني عايز بس اخلص الكويت كده يعني ممكن النسبه بتاعت صعودها للدور الثاني نسبه قليله جدا جدا جدا. لازم يفوزوا على الاقل 3-0، والفريق الصيني يتغلب من اوزبكستان، ودي برضو انا بفتكر انها صعبه. بالنسبه للعراق وايران، المباراه تباينت. الشوط الاولاني كان عراقي بشكل جيد جدا، والعراق استطاعت انها تتقدم لغايه برضو الدقيقه تقريبا 40 من الشوط الاولاني او 42. منتخب ايران سجل هدف التعادل، وتحول الحال كليا في الشوط الثاني. ايران سيطرت سيطره كامله، واستطاعت انها تسجل